قال والله لقد أحببته يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد تزكية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله. تمام؟ والزيادة دي فيها كلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر، جعل الصحابة يقررون بشيء ألا وهو ألست بكم أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. زي بالظبط كده لما تقول لي إيه، أنا مش أبوكم؟ أبوكم. هتسمعوا كلامي؟ هنسمع كلامك. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. الإشكالية كلها في كلمة مولى وما معناها. صح كده؟ ايوه صح. طيب صح. احنا عندنا بقى شوية تساؤلات المفروض ان احنا نسألهم. لماذا استبدل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أولى بكلمة مولى؟